السلام عليكم الاخوان، جسبر تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم كيف ما كتشوف في المينياتور طريقه الترشيح في كونكور ديال المندوبيه العامه لاداره السجون واعاده الادماج. كونكور اللي طالبين فيه توظيف 260 منصب في عده مناصب ودرجات. اخر اجل باش انك تسجل هو نهار 2 دجنبر 2022. بطبيعه الحال لكلا الجنسين ذكور واناث. دابا غادي نكليكيو عليه باش نشوفوا عدد ديال المناصب على كل درجه. من بعد ما كنكليكيو هنا غادي يطلع لنا بالنسبه للمراقب مربي اناث طالبين فيه في عدد المناصب 100. هنا غادي ديك الساعه من بعد غادي نشوفوا اعلان المباراه، غادي نشوفوا المراكز وغادي نشوفوا الشروط. من بعد غادي نديروا طريقه تسجيل وحده كتسري عليهم كاملين. من بعد ما قلنا كاين مراقب مربي اناث طالبين فيه 100، كاين ضابط مربي ذكور طالبين فيه 50، وضابط مربي ممتاز حتى هو طالبين فيه 60. هذا بالنسبه للذكور. اما بالنسبه للمراقب مربي بالنسبه للذكور راه ما تلونصاش، دابا كيتلونصا حتى لشهر جوج. هذا حاليا غير ديال الاناث، غير عندهم نقص في هذه الدرجه ديال ضابط مربي وضابط مربي ممتاز، وميلونسيوها مع الاناث هذا العام. باش كاين عاوتاني اطباء وجراحي الاسنان، وكاين قائد مربي ممتاز. هذا كيكون غالبا بالنسبه للتخصص باش كتدفع كتكون بالاجازه. اما هنا هادو كاملين كتدفع غير بديبلوم ولا بشهاده البكالوريا. دابا ندوزو نشوفو مراقب مربي اناث، نشوفو الشروط ديالهم. من بعد كنكليكيو على اضغط هنا غتطلع لينا اعلان عن توظيف 100 مراقب مربي اناث. عدد المناصب المخصصه كاينه 50 بالنسبه لمدينه مراكش، و50 بالنسبه لمدينه فاس. هنا باش انك الشهاده اللي كتخول لك انك تدفع المراقب مربي بالنسبه للاناث غير شهاده البكالوريا. شهاده البكالوريا تكون جميع الشعب. داك العام ما كانش جميع الشعب، هذا العام داروا جميع الشعب، سواء اداب سواء علوم سواء تكنيك سواء اي حاجه. ولا ما كانش عندك شهاده البكالوريا يكون عندك ديبلوم تاهيل مهني، اي نيفو باك ولا يكون عندك حتى باك بلس، زعما عندك شي ديبلوم بالباك حتى هو يمكن لك تدفعي به اختي. ولا كان عندك شي مهارات عمليه اضافيه يمكن لك انك تزيدهم. لا كان عندك شي شهاده في كونتاكت ولا شي حاجه في الكاراتيه اكسيتيرا. دابا ندوزو نشوفوا شروط المشاركه. شنو هما الشروط اللي خصهم يكونوا فيك باش انك تدفعي لهذا الكونكور هذا؟ من بعد ما شفنا شنو هما الشهاده باش غتدفعي، دابا ندوزو شنو هما الشروط اللي خصهم يكونوا فيك. قال لك ان تكون مترشحه من جنسيه مغربيه، هذه ضروري، وان تكون متمتعه بالحقوق الوطنيه واذا مروءه. زعما ما تكونش عندك شي سوابق عدليه اللي ممنوع لك انك تفوتي، زعما تكوني خارج البلاد، تكون ما عندكش سوابق عدليه. وان تبلغ من العمر 21 سنه على الاقل و30 سنه على الاكثر في فاتح يناير 2022. ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمده تعادل مده الخدمات المدنيه والعسكريه الصحيحه، او الممكن تصحيحها لاجل التقاعد من غير ان تتجاوز 35 سنه. وان تكون حاصل على شهاده البكالوريا او شهاده تاهيل مهني، كيف ما ذكرت من قبل هي شهاده البكالوريا بجميع الشعب او شهاده تاهيل مهني. الا كانت عندك بنيفو باك ديبلوم ديال التكوين المهني بالنيفو باك تو يمكن لك تدفعي به في الالكتريسيتي ولا كيما تا هو في اي تخصص. والا تكون مصابه باي مرض او عاهه يترتب عنها ضعف في القدره البدنيه. ما تكونش مريضه ما تكونش كتعاني من شي مرض ولا تكون عندها شي عاهه مستدامه. قال لك هنا عاوتاني التوفر على قدرة سماع الهمس عن بعد 50 سنتيمتر وصوت عالي عن مسافة 5 أمتار، وأن تتوفر على قامة لا تقل عن متر 65 من غير حذاء. تكون فيك في الطول متر 65 بلا ما تكوني لابسه صباط او تقاشر. واخا تكتبي عليهم في لانسكريبسيون راه ملي غتقبلي في الكتاب وغتمشي للشفوي فراه كيزيروا في الطول. دونك ضروري داكشي اللي فيك هو اللي غديري. وان تتمتع بحده بصر نسبتها 17 على 10 على الاقل بدون تصحيح. استعمال النظارات او العدسات اللاصقه غير مقبول. حتى هي غيطلبوها لينا في لانسكريبسيون، غيطلبوا لك واحد الشهاده ديال من سواء من القطاع العام ولا القطاع الخاص، زعما في الطب العام ولا الطب الخاص. انك تجيب لهم واحد الشهاده باللي راه عينيك فيهم 17 على 10 بجوج. قل من 17 على 10 16 15 ما مقبولاش. هنا قال لك دابا من بعد ما شفنا الشروط ديال المشاركه في توظيف 100 مراقب مربي اناث. طريقه الترشيح اللي غادي نديرو راه غتسري على مراقب مربي وضابط مربي ممتاز، وكذلك جراحي الاسنان. دابا ندوزو نشوفوا الدرجات الاخرين.
دابا من بعد ما شفتي الشروط ديالك وكاينين فيك هاد الشروط ديال اللي ذكرنا دابا، وعندك ديبلوم تكوين مهني ولا ديبلوم ديال البكالوريا، فيمكن لك انك تسجلي. دابا غير غتسنى غير طريقه الترشيح من بعد ما غادي نشوفوا الشروط ديال الذكور اللي في الدرجه ديال ضابط مربي. غنشوفوا دابا ضابط مربي ذكور غادي طالبين فيه 50. واش من مدينه احنا غادي نشوفوا دابا ضابط مربي، اعلان عن التوظيف في اطار ضابط مربي ذكور. هنا درجه التوظيف ضابط مربي. دابا غادي نشوفوا الشهاده والمهارات العمليه المطلوبه. شنو هو التخصص اللي يمكن لك انك تدفع ضابط مربي؟ واش باك بلس 2 ولا باك ولا بالنيفو باك؟ دابا غادي نشاهدوا جميع. هنا الشهاده المطلوبه هو دبلوم تقني متخصص، اي تكنيسيان سبيسياليزي، اذا فوق الباك. تقني متخصص كتعني تكنيسيان سبيسياليزي، اذا تكون عندك باك بلس 2 الا بغيتي تدفع لضابط مربي ممتاز. دبلوم تقني متخصص مسلم من طرف احدى مؤسسات التكوين المهني، او الدبلوم جامعي للتكنولوجيا 2، او شهاده التقني العالي ديال البي تي اس. هنا كذلك ما حدوش لينا شمن تخصص في ديك الدبلوم. دونك اي تخصص غادي تقدر تدفع به، اي فيليا في داك اي فيليا في التكوين المهني عندك راه غتدفع به. يتعين على المترشحين الذين قادوا الخدمه العسكريه او المتوفرين على مهارات عمليه وخبره مهنيه في مجال التخصص او في الرياضات الدفاعيه ارفاق ملف الترشيح بما يثبت ذلك. الا دوزتي التجنيد الاجباري فراه غادي تنفعك حتى هي، غادي تدفعها في لانسكريبسيون. غير هذا ديال ضابط مربي ممتاز. شفنا دابا عدد المناصب كاينه 60. دابا ندوزو نشوفو التخصص، عفوا التخصصات اللي مطلوبين في دبلوم تقني متخصص. ماشي اي تخصص، كاين ممرض متعدد التخصصات، وكاين شبكه المعلومات، وكاين التنميه المعلوماتيه، وكاين الحراريات الصناعيه، الاليه والادواتيه الصناعيه، شبكه الاتصالات، الاشغال الكبرى، البيئه وتقنيه الماء، الماليه والمحاسبه، تدبير المقاولات، الوقايه والجوده والصيانه في الصناعه الغذائيه. الا كان عندك دبلوم في التخصص هذا فراه يمكن لك انك تدفع ضابط مربي بدرجه ديال ضابط مربي ممتاز، ماشي ضابط مربي، حيت كاين فرق. الا كان هذا التخصص اللي ذكرت دابا من قبل كان عندك في الدبلوم ديالهم فراه يمكن لك تسجل في ضابط مربي ممتاز. دابا ندوزو نشوفوا ضابط مربي. بالنسبه للدبلوم اللي طالبين حتى هو دبلوم تقني مسلم من طرف احدى مؤسسات التكوين المهني. ضابط مربي ما طالبينش تكنيسيان سبيسياليزي، اي تقني متخصص، يكون عندك غير دبلوم تقني اي زعما نيفو باك. دابا ندوزو نشوفوا شنو هما التخصصات اللي مطلوبين في النيفو باك. ممرض مساعد والصيانه الفندقيه، كهرباء والصيانه الصناعيه، محاسب بالمقاولات، ورئيس ورش الاشغال العموميه. الا كان عندك التخصص فراه تخول لك انك تدفع ضابط مربي. دابا ندوزو نشوفوا الشروط اللي خصهم يكونوا فيك باش انك تسجل. ان يكون المترشح من جنسيه مغربيه، وان يكون متمتعا بالحقوق الوطنيه وذا مروءه. كما قلت ما يكونش عندك شي ما يكونش عندك وثيقه السجل العدلي، وان يبلغ من العمر 21 سنه على الاقل و30 سنه على الاكثر في فاتح يناير 2022. كذلك ان يكون حاصل على دبلوم تقني متخصص وتقني دبلوم تقني متخصص بالنسبه لضابط مربي ممتاز، وتقني غير في ضابط مربي في احدى التخصصات المحدده اعلى، راه ديجا ذكرناهم. عاوتاني كذلك ان لا يكون مصابا باي مرض، وتكون عاوتاني التوفر على قدرة سماع الهمس عن بعد 50 سنتيمتر وصوت عالي عن مسافة 5 أمتار، وأن يتوفر على قامة لا تقل عن متر و75. بالنسبة للذكور تكون فيك متر و75 راه عندك الحق أنك تسجل. قل من متر و75 بلا ما تعذب راسك، حيت أنهم كيزيروا بالنسبة للطول مني ما كتدوز الكتابي وكتمشي تدوز الرياضة كتزوز الرياضة والطبيب فراه كيحكروا على الطول. لهذا كانت فيك اقل من متر و75 بلا ما تدفع، غير غتضيع فلوس. وان يتمتع بحده بصر نسبتها 17 على 20 على الاقل بدون تصحيح استعمال النظارات او العدسات اللاصقه غير مقبول. يعني زعما ديك لي لونتي ما خصكش ديرهم. وتكون عندك هنا كما قلت لك في ديك عرفتي غتجيب شهاده طبيه من سبيطار الحومه او لا الخاص من مجبتياس، والعام سوا الخاص مقبوله، ولكن تكون في الشهاده 17 على 10 ديال الشوف. دابا ندوزو نشوفو تا هو طريقه الترشيح. طريقه الترشيح تا هو غتكون الكترونيه، غادي نديروها من بعد ما غنساليو الدرجات الاخرين. دابا ندوزو نشوفو دابا درنا مراقب مربي بالنسبه للاناث، وضابط مربي ممتاز بالنسبه للذكور. دابا ندوزو نشوفو اطباء وجراحي الاسنان اللي مطلوب فيهم في عدد مناصب 20 منصب.
هنايا ستنظم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يوم 25 دجنبر 2022. غادي في هذا التاريخ هذا غادي يدوزوا مختلف الدرجات. كنتي دافع في مدينة فاس راه غدوز في مدينة فاس، كنتي مدافع في مدينة مراكش راه غدوز في مدينة مراكش. دابا ندوزو نشوفوا شنو هما شروط المشاركة ديال الأطباء وجراحي الأسنان من الدرجة الأولى. أن يكون المترشح من جنسية مغربية، وألا تكون له سوابق عدلية، ألا يتجاوز سنه 45 سنة على الأكثر في فاتح يناير 2022. من 21 سنه حتى ل 45 سنه. فتي 45 سنه راه ما مقبولش. ان يكون حاصلا على شهاده الدكتوراه في الطب او جراحه الاسنان، هذا هو التخصص المطلوب باش انك تشارك في هذه الدرجه هذه. خصك تكون حاصل على شهاده الدكتوراه في الطب. طريقه الترشيح كذلك غتسري على نفس الدرجه. دابا ندوزو نشوفوا الدرجه الاخرى اللي هو قائد مربي ممتاز، عدد المناصب 30. حتى هو غيدوزو من نهار 25 دجنبر. بالنسبه للشهاده المطلوبه في هذه الدرجه هذه ديال قائد مربي ممتاز: دبلوم الدراسات العليا المعمقه، او دبلوم الدراسات العليا المعمقه، او دبلوم الدراسات العليا المتخصصه، او شهاده الماستر تكون عندك اجازه ولا ماستر، او الماستر المتخصص، او احدى الشهادات او الدبلومات المعادله لا طبقا للمقتضيات النظاميه الجاري بها العمل. بالنسبه للتخصص مطلوب علم النفس الاكلينيكي، علم النفس المعرفي، وعلم الاعصاب الادراكي، وعلم النفس الشغل والتنظيمات، المؤسسه السجنيه والوقايه واعاده ادماج، تدبير الماء والتطهير، والتنميه المعلوماتيه، والامن المعلوماتي. هادو هو شروط المشاركة تا هو فيه. أن يكون المترشح من جنسية مغربية، نفس الشروط عليه، غير تا هو نفس الطول ونفس نفس الحدة ديال البصر، نفس الحدة ديال السمع. إلا كانوا فيك هاد الشروط فراه يمكن لك أنك تسجل، ولكن يكون غير التخصص اللي مغاير. كل درجة عندها التخصص ديالها. بالنسبة قلنا مراقب مربي إناث طالبين شهادة البكالوريا أو دبلوم تكوين مهني ديال النيفو باك. كاين مراقب مربي ومراقب مربي ممتاز، هذا قائد مربي. قلنا مربي قائد مربي او قائد مربي ضابط مربي عفوا. ضابط مربي او ضابط مربي ممتاز هو اللي طالبين فيه ديبلوم تكنيسيان سبيسياليتي. وجراحي الاسنان راه طالبين فيه كما قلنا ديك الساعه طالبين فيه الدكتوراه في داك التخصص اللي مطلوب. كذلك قائد مربي ممتاز طالبين فيه الشهاده المطلوبه في التخصصات اللي ذكرت دابا. والشروط المشاركه راه كتسري عليهم كامل، كيتبدل غير التخصص. دابا سالينا تقريبا الشروط اللي مطلوبين في كل درجه. دابا غادي ندوزو نشوفوا طريقه الترشيح. مين ما غنديروش في هذا الفيديو غادي نديروها في الفيديو الجاي، في الفيديو الثاني، باش ما يكونش الفيديو طويل والانسان ما يملش. غادي نقسموه على دو بارتي. البارتي الاولى غنديرو دوينا فيها على الشروط وداك الملف مناش كيتكون. البارتي الثانيه هي اللي غنديرو فيها طريقه الترشيح وكيفاش انك تصاوب هذوك الملفات، كيفاش ديرهم في لابليكاسيون ديال سكان قبل ما ترفع الوثائق. حيت كاين اول حاجه كتدخل زياره الموقع باش انك تدخل لهاد الواجهه هذه، عاد كاينه مال استمارة التسجيل وطباعه الطلب والتاكد من رقم الهاتف، عاد كاينه المرحله ديال رفع الوثائق بصيغه البي دي اف. غالبيه ما يعرفش يدير رفع الوثائق بصيغه البي دي اف. الثانيه التاكد من الوثائق المرفوعه. اخر مرحله هي طباعه طلب التسجيل، وانت تسجلتي ونهار الاثنين ونهار 25 دجنبر غتمشي دوز الكتابي ديالك. لهذا وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو هذه. كنتمنى منكم انكم تدعمونا بلايك الفيديو، ولا باقي ما اشتركتيش في القناه اشترك باش يشترك وفعل الجرس باش يوصلك جميع نوتيفيكاسيون. ومن هنيت انك تدعمنا باش اننا نزيدوا في هذا المحتوى لقدام. دابا نتسناو البارتي الثانيه. السلام عليكم.